إيه الحكاية؟ هل النبوات القديمة بتفسر اللي بيحصل دلوقتي؟ النهاردة إحنا في شهر 3 2026 اللي حصل زلزال بيغير شكل المنطقة قدام عينينا. الشرق الأوسط دلوقتي بيعدي بأيام مستحيل تتنسي من كتب التاريخ. التغييرات اللي بتحصل مش مجرد أخبار عادية بنسمعها في النشرة، دي أحداث قلبت موازين. يا رب، إيه اللي هيحصل؟ يا رب بكرة أنت مخبلنا إيه؟ هل دي النهاية ولا دي البداية ولا إيه اللي هيحصل خلال الفترات الجاية؟ بس الغريب والمثير بجد للاهتمام إنك لما تبعد الصورة شوية وتبص على اللي بيحصل بتركيز هتلاقي تطابق عجيب جدا ومدهش جدا بين العمليات العسكرية اللي شغالة دلوقتي وبين النصوص اللي في الكتاب المقدس اللي مكتوبة من آلاف السنين. اتكلمت عن مستقبل المنطقة وإيه اللي هيحصل لها بالتفصيل. طيب اتكلمت ازاي؟ احنا عندنا النهاردة هنتكلم عن 3 أجزاء. ال3 أجزاء أو 3 نبوات مختلفة بيتكلموا عن مستقبل الشرق الأوسط. أول جزء هنسميه ضربة القوس أو عاصفة ال4 رياح. في معجزة أو قصة في الكتاب المقدس اسمها عيلام. هو إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ دلوقتي في عملية اسمها إيبك فيوري أو الغضب الملحمي. دي ما بتضربش أي حد أو ما بتضربش مكان عشوائي، دي ركزت ضرباتها على منطقة كازاخستان. المنطقة ديت في جنوب غرب إيران. طب ليه كازاخستان؟ لأن دي قلب القوة الإيرانية. الضربات دي استهدفت مفاعل اسمه بوشهر النووي وحقول البترول اللي هناك وأهم منصات الصواريخ البالستية عشان تشل قدرة إيران الهجومية والاقتصادية تماما. ده اللي بيحصل على أرض الواقع. طب في الكتاب المقدس هل تنبأ إن ده هيحصل؟ في النص اللي في سفر أرميا إصحاح 49 قال بالظبط كده. قال: هأنذا أكسر قوس علام أول قوتهم وأجلب على علام 4 رياح وأبيد من هناك الملوك والرؤساء. وتاريخيا منطقة علام دي القديمة دي هي بالملي نفس إقليم كازاخستان دلوقتي. الربط بينهم والتفاصيل ببساطة: القوس اللي في الكتاب المقدس بيرمز زمان كان هو السلاح الأساسي اللي بيضربوا بيه في الحروب، وكانوا بيستخدموه بالذات في إن هم يضربوا من بعيد. وده بيعادل دلوقتي الصواريخ إن هي السلاح اللي بنضرب بيه من بعيد، زي الصواريخ البالستية والمسيرات اللي إيران كانت بتهدد بيها الكل. لما القوس ده بيتكسر زي ما قال الكتاب المقدس يعني درع الحماية طار، يعني هو يعتبر السلاح اللي بيضرب بيه ما بقاش موجود. ده الجزء الأولى من الآية. الجزء التاني من الآية بيقول 4 رياح. دي جملة عبقرية بتوصف الهجوم اللي بيجي من كل حتة. احنا بنشوف هجوم جوي وبحري وحصار اقتصادي وهجمات سيبرانية. شايف الهجومات من كذا ناحية أو من كذا اتجاه، زي عشاشات الرادار وشبكات الكهرباء. الهجوم جاي من كذا اتجاه أو من 4 اتجاهات، زي ما الجملة بتقول: إبادة الملوك والرؤساء. فدي بتعكس بوضوح اللي بيحصل من استهداف مباشر للقيادات الكبيرة في طهران، واللي خلى النظام حرفيا من غير راس بتدير الأزمة. فالنص الأول من الآية اللي بيقول 4 رياح ده بيمثل إن الهجوم جاي من مناطق مختلفة، والجزء التاني اللي هو إبادة الملوك والرؤساء ده معناه إن بيستهدفوا رئيس الدولة، وده فعلا اللي حصل. ده أول نبوءة في الحرب اللي بتحصل في إيران وتفسيرها مع الأحداث اللي بتحصل دلوقتي. تاني نبوة هنسميها كده التحالفات الكبيرة وسحابة الطيارات أو جوج ومأجوج. إيه اللي بيحصل؟ على أرض الواقع الحرب دي كبرت وما بقتش بس بين طرفين. إيران مش لوحدها، دي معاها تحالفات متداخلة وشبكة معقدة جدا. التحالف ده بيضم روسيا في الشمال وفصائل مسلحة وميليشيات تانية منتشرة في الشرق الأوسط زي الحوثيين في اليمن وفصائل في العراق وسوريا. ده بيوسع دايرة المواجهة وبيخليها حرب إقليمية كبيرة. السماء فيها متغطية حرفيا بالمسيرات والصواريخ من كل الأطراف. ده على أرض الواقع. في الكتاب المقدس بقى إيه اللي اتقال؟
في سفر حزقيال إصحاح 38 النص ده بيوصف تحالف عسكري واسع بيضم أطراف معينة بالاسم زي فارس وكوش وفوط معاهم. وبتكمل الآية وبتقول: وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغشي الأرض. الربط بينهم بقى إيه العلاقة ما بين الآية وما بين اللي بيحصل دلوقتي؟ النص هو حدد في الآية كلمة فارس اللي هي إيران حاليا كمركز لتحالف كبير، وقال برضو كوش وفوط، دي أسماء قديمة لمناطق في أفريقيا ومحيط البحر الأحمر، واللي بتعكس دلوقتي برضو تمدد نفوذ إيران وحلفائها في محور المقاومة في مناطق زي السودان واليمن والبحر الأحمر. تاني حاجة الوصف بتاع الآية لما قال كسحابة تغشي الأرض أو تغشى الأرض، ده معناه مرعب في دقته. دلوقتي الحروب ما بقتش دبابات على الأرض، دي بقت أسراب من الدرونز والطيارات اللي بدون طيار والصواريخ اللي بتغطي السماء وتضلمها زي السحابة السوداء بالظبط. الوصف ده بيمشي بالظبط مع طريقة الحرب اللي بنشوفها دلوقتي على الشاشات، إن هي سحابة من الصواريخ بتغطي الأرض كلها. النبوة التالتة والأخيرة اللي برضو بتتطابق مع الأحداث اللي بتحصل دلوقتي هي اسمها المواجهة المباشرة وكسر القرون أو رؤية الكبش والتيس. إيه اللي بيحصل على أرض الواقع؟ إحنا شايفين مواجهة عسكرية مباشرة وكسر عظم بين إيران من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة تانية. التفوق التكنولوجي الغربي خيالي، بنتكلم عن طيران شبح ما بيظهرش على الرادارات، أسلحة فرط صوتية سريعة جدا، وهجمات سيبرانية بتطفي المدن بحالها بضغط الزرار. ده خلى الضربات أسرع بكتير من قدرة طهران إنها ترد أو حتى تفهم إيه اللي بيضربها. في الكتاب المقدس في دانيال 8 بيقول النص بيحكي عن صراع بين كبش ليه قرنين، ده كان رمز لمملكة مادي وفارس، وتيس جاي من الغرب بيتحرك بسرعة رهيبة لدرجة إنه لا يمس الأرض. التيس ده بيهجم على الكبش بيدمر قوته تماما بضربة قاضية. الربط بينهم بقى إيه علاقة الآية بالأحداث النهاردة؟ فالقرنين هنا بيمثلوا بوضوح القوة المزدوجة اللي بتحكم إيران دلوقتي، اللي هو النظام السياسي الديني والحرس الثوري العسكري. الكيانين دول هما اللي شايلين البلد، والقوة اللي جاية من الغرب اللي ما بتلمسش الأرض بسبب سرعتها دي بتوصف بدقة، لا يعني دقة رهيبة جدا التفوق الغربي في الحروب التكنولوجية. الحرب بقت بتتحسم من الجو والفضاء، الحرب السيبرانية من غير ولا جندي ما يلمسوا جندي تاني أو يمس أو يتضرب، هو كلها بقت من على بعد لدرجة إن ما فيش ناس بقت تموت زي زمان. التيس الغربي دخل بسرعة البرق وكسر القرنين والنظام ملقاش حد ينقذه. طيب ايه النبوة ديت بتتنبأ بايه النهاية؟ يعني احنا عايزين نعرف نهايتها ايه اللي هيحصل للفترات الجاية. المثير في النبوة دي انها بتقول ان التيس الغربي ده بعد ما ينتصر ويوصل لقوة عظيمة قرنه الكبير هيتكسر ويطلع مكانه 4 قرون تانية. ده بيطرح سؤال خطير جدا، هل بعد سقوط النظام الإيراني المنطقة هتتقسم ل4 مناطق نفوذ جديدة، ولا القوة الغربية نفسها هيحصل فيها انقسامات الأيام الجاية؟ عامة الأيام الجاية مخبية كتير. شكل جديد للمنطقة بيترسم من تاني دلوقتي. اللي بيحصل في شهر 3/2026 ده مش مجرد تغيير نظام أو حكومة بتقع وهيفي بقى حكومة تانية جديدة مكانها، ده حرفيا إعادة رسم لشكل الشرق الأوسط من جديد، زي ما حصل في سايكس بيكو زمان بس على أحدث. انهيار النظام الحالي في إيران هيجيب نتائج جذرية وهيغير شكل التحالفات، هيغير مين مع مين، وهيأثر على حياة ملايين الناس اللي عايشين في المنطقة ديت. في تطابق واضح ومدهش بين الحرب اللي بتحصل قدامنا والتكنولوجيا اللي بنستخدمها وبين الرموز القديمة اللي اتكتبت من آلاف السنين. بيدينا زاوية كده ممتعة ومرعبة في نفس الوقت نفهم بيها الأحداث، وكأن الرموز التاريخية دي قامت من الكتب وتحولت لتحركات عسكرية حقيقية.
وصواريخ بتضرب على الأرض قدام عينينا. احنا بنعيش في قلب التاريخ وهو بيتكتب. مع السلامة.